السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الزملكاوي الأبيض. أبيض ما تفهمهاش غلط، ما تفهمهاش بالمعنى الوحش. أبيض يعني قلبك أبيض ونيتك بيضة وفلانتك بيضة. أبيض كده على الله يعني. ربنا يبارك لكم. تعالى الفيديو ده، عايزك سيبك مني، أنا أهلاوي وسيبك من الأهلاوية وبتاع. أنا عايز أفهم أنتوا ليه عملتوا كده مع مرتضى؟ ليه بتنكروا جميل الراجل؟ ليه بتسمعوا كلام الأهلاوية اللي بيسخنوكوا؟ يا جدعان، الراجل عمل إيه يعني؟ ايه يعني باع اهم لعيبه في الفرقه؟ ايه يعني داين النادي وبقى عندكم مشاكل؟ ايه يعني محدش عارف فلوس الاعضاء دي بتروح فين والعضوات الجديده بتروح فين؟ ايه يعني الكلام ده كله؟ ايه يعني بيطلع كل يوم يهينك بامك زي ابوك يا عم، زي حد كبير عندك وبيشتمك؟ ايه المشكله؟ ما هو بيهينك، ما انت كنت بتدافع عنه السنه اللي فاتت. ما تخليش خليك صاحب مبدأ كده، مش عشان خاطر خسرت بطوله الدوري وخسرت شويه بطولات السنه دي تعمل مشكله. ثم مصدر لك ابنه اهو. ابنه احمد راجل كباره وراجل. ايه المشكله؟ خده على قد عقله، وعنده شويه مشاكل صحيه مش مشكله، بس برضه راجل. ابن مرتضى منصور يضربني لانه رئيس الجلسه واكبر مني. لو سمحت. ده عبيط ده ولا ايه؟ عبيط ايه ده؟ شكل ابوه غبي زيه. لازم حضراتكم احترامنا لبعض واجب. وانا زي بابا بالظبط، وفي الشده شديد وفي القوه قوي. مش انت كزملكاوي كنت بتقول مرتضى منصور ده اتذكر وذكر على الكل؟ مش انت كنت بتسقف لما كان بيطلع يشتم كابتن محمود الخطيب ولا يشتم الاهلاويه ولا يهين الناس؟ طب مش انت كنت بتقول ان امير ده اكتر واحد لامم الفرقه والراجل ده مفيش منه؟ ما بتغير رايك ليه؟ ما تغيرش رايك دلوقتي يا حبيبي. يعني اللي انا شايفه بصراحه من ابناء نادي الزمالك ومن جماهير نادي الزمالك مع مرتضى منصور وعياله، بصراحه انا مستغربه جدا. الراجل لازم تدعموه لحد اخر ثانيه. فاسد، حرامي، قليل ادب، بيشتم وبيلعن. ما ينفعش تعملوا كده ببعض وتعضوا ببعض كده. فاستهدوا بالله كده وخليكوا بيض وصفوا نيتكم وقفوا مع الراجل، لان اللي انتوا بتعملوه ده هيتحسب ضدكم. ده الرئيس التاريخي لنادي الزمالك، هو لايق على اللي بيحصل، بس يعني اقفوا معاه ودعموه بس. السلام عليكم.